عيب قوي لما ما يكونش فيه ملح. لو قررت تاني طرد على طول. انت عارفه البيت بتاعنا ما عندهوش، ياما ارحميني. الهانم مراتك لسه ما نزلتش. حضرتك عارفه يا ماما هي بتاخد وقت في اللبس. لا، الحكايه مش حكايه وقت في اللبس. الحكايه ان الهانم لازم تفهم ان كل حاجه لها اصول، لها نظام. لازم تعرف انها مرات اهم رجل اعمال في مصر، ولازم تكون واجهه مشرفه ليه. اللي بتعمله ده احطه تحت بند ايه؟ اهمال ولا استهتار ولا عدم مبالاه؟ انا مش عارفه هي عايشه كده ازاي. امتى هتتحمل المسؤوليه؟ خلاص يا ماما انا هفهمها. تفهمها؟ كان زمانها فهمت من زمان. هي مش هتفهم ابدا. اتفضلي يا هاني، العشاء جاهز. اتفضل اتفضل سعادتك، انده ضيوفك عشان الهانم احنا منتظرينها. ما تقوليش بعد كده انا ظلماها. والله منورنا. ميرسي يا عبد العليم بيه. ايه يا هان؟ اتأخرت ليه كده؟ عشان انت غلطان. محدش قال لي على العزومه دي وعرفت بالصدفه النهارده الصبح. ايوه بس المفروض ان ماما ماما ما قالتش حاجه، ومع احترامي الشديد ليها لو كانت قالت غير كده يبقى مش صح. اتفضلوا يا جماعه. ميرسي يا عبد العليم بيه. ميرسي. اهلا. هنا هانم منوره. ميرسي، انا اسفه على التاخير. لا يا حبيبي. وحشتيني موت. انا بسأل عليكي على طول. عبد العليم بيه ما بيقولكيش؟ طب ولو وحشتك ليه ما بتكلمنيش على طول؟ اتفضلوا العشاء جاهز. اتفضل يا فندم اتفضل. اتفضلوا يا جماعه. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. اتفضلوا. ميرسي يا عبد العليم بيه. اتفضلوا. بون ابيتي. انا سمعت ان حسني اشترى فرس عربي اصيل، ده صحيح؟ الحقيقة هو بقى عنده مجموعة هايلة. انت لازم تشرفونا انت وسامية هانم. ضروري يا سامية هانم تشرفونا. ضروري ان شاء الله. وهنا هانم طبعا. تخيلي ما بحبش الخيل. مين قال كده؟ انت مش طلبتي مني قبل كده ان اشتري لك فرس؟ انت نسيتي ولا ايه؟ ما حصلش. انا عمري ما طلبت منك حاجه زي كده. وهنا هانم مهتمه بايه؟ الحقيقة هنا هانم اهتماماتها الوحيدة واللي بتحبها القعدة في الشمس. في الحقيقه الاكل ده تقيل عليا قوي، وانا عامله دايت. عن اذنكم. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. الحياة في القصر هنا جايز تبان لناس كتير إنها جميلة أو مختلفة. في ناس كتير قوي لو بصوا من بره يفتكروا إن البيت ده جنة ويتمنوا إنهم يدخلوه، لكن أنا حياتي هنا مملة، ما فيهاش أي نوع من الحرارة. البرود هو الحاجة الوحيدة اللي أي حد ممكن يلاحظها بسهولة، لدرجة إن إحساسه بالحياة ممكن يختفي تماما. بس أنا اللي عملت في نفسي كده، مش حد تاني. خلاص يا هنا يا حبيبتي، أنا قلت لأبوكي إنك أنت موافقة. موافقة على إيه يا ماما؟ إيه يا حبيبتي اللي مش عاجبك فيه؟ شكله وحش؟ بالعكس يا ماما، ده زي القمر. لا ومش بس كده، سنه مناسب جدا لسنك، واجهة ومكانة اجتماعية جميلة جدا يا بنتي.
بس انا مش عايزاه. مش عايزاه. انا اتخنقت منك يا هنا، انا مش عارفه اعمل معاكي ايه. انا مش عارفه. عالباب انا عالباب، عالباب انا عالباب. ايه اللي جايبك؟ انت فين؟ هنا. جعان. الاكل في المطبخ، انزل هيدولك اللي انت عايزه. انا جعان حاجه تانية خالص. لا انت اتجننت، ممكن تمشي. انا مش ماشي، قاعد. مش همك خالص. انا ما كنتش برد عليك الفتره اللي فاتت دي لاني مش عايزه اعرفك تاني. ليه؟ عشان كل مره بشوفك فيها بحبك اكتر، وانا مش عايزه كده. ليه؟ عشان بخاف من بكره ومش شايفاه وخايفه. انا يا حبيبتي انت قافله عليكي ليه؟ عارفه قلبي كل ما يدق لك انت بس. اخرج. مالك في ايه؟ مفيش حاجه. انت حرامي وانا هوديك في 60 داهيه. بلغي الشرطه يا روح. لا انت تعرفيه؟ لا طبعا. تعرفوا منين؟ اكيد الولد ده حرامي او نصاب. انا هطلب الشرطه حالا يجوا يشيلوه من هنا. تعرفيه منين يا بنت؟ ردي. تعرفيه منين؟ طيب بلاش دي. دخل اوضه نومك ازاي وليه؟ اوكي دلوقتي كأن مفيش اي حاجه حصلت، كأنك عمرك ما شفتيه قبل كده، بس عمرك ما هتقابليه ولا تعرفيه تاني. ده عشان مصلحته هو على فكرة. أنا عايز أضربك، عايز أكسر دماغك، بس أنا ما اتعودتش على الأسلوب الفظيع ده. بس من هنا ورايح أنا حبيبة أبوها وروح قلب أبوها انتهت خلاص. أنت بالنسبة لي انتهيتي تماما. مساء الخير يا فندم. سنور. تحب تشرب ايه؟ واحد سحلب وواحد برتقال. انت فؤاد نظمي؟ ايه يا باشا؟ هاتوه. خير يا فندم. خير يا فندم. باشا انا عملت حاجه؟ جوازك من عبد العليم قدامه حياة الواد ده يا هنا. من ساعتها وانا صورة، مجرد حاجة حلوة موجودة في البيت، لعبة لما بيحتاج ليها بيلاقيها. من ساعتها وانا عندي احساس بان في جبال من التلج جوايا مش عايزة تدوب ابدا. كنت في منتهى قلة الذوق لما اكلمك تبصيلي. في الحقيقة هم اللي طلعوا في منتهى الذوق واحترموا صاحبة البيت. اوه سوري، اقصد مرات ابنك، لان حضرتك صاحبة البيت. انتي مش فاهمة حاجة ولا عمرك هتفهمي حاجة. كل حاجة لها أصول. الناس دي ضيوف عندك في البيت، لازم نتحملهم ولينا مصالح معاهم، لازم تحطي ده في الاعتبار. انتي فاهمة؟
ايه يا هنا اللي عملتيه ده؟ كان لازم تمسكي نفسك شويه. وليه انا اللي على طول لازم امسك نفسي؟ انا عارف ان هما ناس ما عندهمش ذوق ومملين، بس انت عارفه ان القعده معاهم ما كانتش عشان هم اصحابنا. ده شغل وبس، مصالح. وانا بقى زهقت من المصالح. ارجوك ما تقعدنيش في القعدات دي تاني. هنا انت ليه مش معايا؟ ليه دايما بعيد؟ ليه دايما في حاجز بينك وبيني؟ واحساسي ده مش من النهارده، ده من اول يوم. الكلام ده مش مظبوط. لا مظبوط. انت كان في حد في حياتك. انت ازاي تقول لي حاجه زي كده؟ اولا انا ما اسمحلكش تقول لي حاجه زي دي، وبعدين ده اسمه تخريف اللي انت بتقوله. أنا مش هرجع قبل العصر، هروح أشرب القهوة مع خالتك، واحتمال نروح النادي. حاسة عايزة أمشي رجليا شوية. طيب حضرتك تحبي هنا تيجي معاكي؟ أنا هاخد السواق معايا، مفيش داعي تتعب نفسك وتيجي تاخدني. زي ما تحبي. في واحد تحت عايز يقابل حضرتك، بس ما قالش على اسمي، بس مصمم يقابل حضرتك. عارفه نفسي اعمل ايه دلوقتي؟ عارف لو صرخت وقلت الحقوني هيعملوا فيك ايه؟ هيموتوك. اموت فيها حاجه يعني؟ تعرف ان انا بفكر فيك طول اليوم؟ وانا بقول نهارنا زي الفل ليه؟ انا متضايقه منك. ليه؟ انا عملت حاجه؟ ما هو المصيبه انك ما بتعملش، وانا مش هقدر اقول لهم اني بحبك غير لو كنت بتشتغل. سيبك من الكلام، تعالي بس نحط الحاجه. وحشتي. وانت كمان. انا اسفه. انت مالكيش ذنب. احنا الاتنين اتظلمنا. انا اسف، بس ما قدرتش. كنت لازم اول حاجه اجي اعملها اجي اشوفك. انت خرجت امتى؟ امبارح. قولي تشرب ايه؟ انا مش جاي اشرب حاجه يا هنا، انا جاي اشوفك انت بس. انا جاي عشان اقول لك ان عمري ما نسيتك لحظه. ولو فاكر والدك انه كان ممكن يرميني في السجن علشان انساكي يبقى غلطان. انا عمري ما نسيتك. كل ايام من قضيتها جوه كانت بتقربني منك اكتر. وانا ما كانش في ايدي اي حاجه ممكن اعملها. وانا مش بلومك، وانا متاكد لو كان بايدك حاجه كنت عملتيها. ولو عملت اي حاجه كانت ممكن تضرك او تضر سمعتك.
وانا اكتر حد بيخاف عليكي في الدنيا دي كلها يا هنا. انا ما همنيش اي حاجه، ولا همني والدك لما رماني في السجن عشان يبعدني عنك ويتهمني في تهمه انا ما عملتهاش. بس اكتر حاجه زعلتني وخلتني عايز اهرب واعد السجن انك ممكن تتجوزي حد غيري، وانا ما كنتش مصدق انك تعملي حاجه زي دي ابدا. أنا مبسوطة قوي إني شفتك النهاردة أسعد يوم في حياتي. قولي، أنت ناوي تعمل إيه؟ هتشتغل إيه؟ أكيد عايز تشتغل، أنا ممكن أساعدك وأجيب لك شغل كويس جدا. أكيد محتاج فلوس، صح؟ انا مش عايز حد غيرك يا هنا، انا عايزك انت. أنا دلوقتي أنت مش المفروض تفكر في أي حاجة غير نفسك. تفكر هتعمل إيه في حياتك، هتعيش إزاي. أنت لازم تعوض السنين اللي فاتت. 3 سنين دول مش شوية، دول كتير. أنا متجوزة، مش هينفع. حياتي اتغيرت، بقيت ماشية في طريق عمره ما هيتغير. انا اجرت شقه صغيره وده العنوان بتاعي. انا همشي، بس كل اللي انا عايزك تعرفيه يا هنا ان محدش في الدنيا دي حبك قدي، ولا حد هيحبك قدي. أنا مش ناسي أول يوم شفتك فيه، ولا أول يوم إيدي جت على إيدك، ولا أول يوم قربنا قوي من بعض. أول مرة أحس إنك جميلة قوي من يوم ما اتجوزنا. أنا قلت أستغل فرصة إن ماما مش موجودة في البيت وأجي أقعد معاكي شوية. عايز أتكلم معاكي كلام مهم يعني. أعمل إيه؟ ما أنت وعدتلي هتجيب لي فلوس النهارده. إيه ده يا فؤاد؟ ده شهر واحد بس. وخلاص قلت لك هجيبهم لك بكره. هتجيبهم لي بكره، وبكره يجيب بعده،
وبعده يجيب بعده. ده انت طهقتني، كرهتني في العماره يا جدع. اوف. يا اخي حرام عليك، زهقتني. اشتري موبايل بقى، خليني اعرف اوصل لك. منين يا عم؟ منين ايه؟ ما انا قايل لك 100 مره تعالى اشتغل معايا. لا يا عم. هو ايه اللي لا؟ انت عاجبك العيشه اللي انت عايشها دي؟ فؤاد، انت لازم تشتغل عشان على الاقل تقدر تسدد اللي عليك. بسم الله. عملت ايه؟ رحت لها. وطبعا طلعت زي ما قلت لك، اتجوزت. ده عايشه في قصر اكبر من القصر اللي كانت عايشه فيه. شكل جوزها غني قوي. طبعا غني. عبد العليم ده ملياردير، وملياردير تقيل قوي كمان. فؤاد، ابعد عنها وانساها. كفايه اللي حصل لك. انا مش فاهم ايه اللي خلاك تروح لها. بقالك اكتر من 3 شهور خارج من السجن. ايه بقى اللي خلاك تروح لها تاني؟ مش كنا اتفقنا؟ مش عارف اخرجها من دماغي. هتقول بحبها تاني؟ ايوه بحبها. بحبها قوي. انا مش عاجبني الطريقه اللي انت بتفكر بيها دي. وكنت فاكر ان السجن فوقك وعلمك ان الدنيا مش كده خالص. وهفكرك ان اهلها اللي حبسوك عشان يبعدوك عنها، جوزها بقى ممكن يموتك مش يحبسك. اقدر اعرف مالك بقى؟ هو انا وحش قوي كده يا هنا؟ صدر مني اي شيء يضايقك؟ طيب طلبتي مني اي حاجه وما حصلتش؟ تشتري فساتين، مجوهرات، تسافري؟ لا. طيب غصبتك على أي شيء حتى في علاقتك بيا؟ لا. يبقى إيه بقى المشكلة؟ ماما؟ لو هي دي المشكلة تبقي غلطانة، لأن من المستحيل إن أعمل أي شيء يضايقها أو أي شيء يحسسها إن هي مش صاحبة البيت وإنها ضيفة، حتى لو عندها بيت تاني سايباها عشان تعيش معانا هنا. أنت فاهمة كويس قوي إن أنا واحدة وهي عمرها ما هتبعد عني. وأنا عمري ما طلبت كده. طيب يبقى في حاجة تانية أنا مش عارفها، والحاجة دي حاجة من اتنين: يا إما أنت بتمري بمشكلة نفسية مخلياكي مش حابة الجواز، حابة نمط حياة جديد، وده أنا أقدر أفهمه وأتقبله وأتعامل معاه كويس قوي، يا إما إن يكون في حياتك حد تاني. استني، أنا لسه ما خلصتش كلامي. وأنا مش قادرة أتكلم. لا، هنتكلم وهتسمعي وهتفهمي اللي هقوله لك كويس قوي كمان. اتفضلي. أنا طول عمري أحب أخد القرارات بنوع من الحكمة. ما أحبش أبداً أخد قرار متهور يهدم حياتي ويهز مركزي. وأنت عارفة كويس قوي إن إحنا من عيلة محافظة جداً. صحيح
وجايز يكون لينا بعض السلوكيات اللي محدش يقبلها، لكن في النهاية احنا عيلة يحتذى بيها. انت في حد تاني في حياتك. انا اقدر افهم كويس قوي امتى الست تحس ان هي عايزة تبعد عن جوزها وان في حد تاني في حياتها. انت من فترة بتعاني من مشكلة ومن حالة كده انا مقدرها، عشان كده خدت جنب لحد ما تخلصي منها، لكن النهاردة لا. انت في حد تاني في حياتك وظهر النهاردة، وانا متأكد من كده كويس. والدك ووالدتك طلبوا اني اخلي بالي منك، خصوصا بعد الازمه الماليه اللي حصلت لهم، وانا عارف ان انت ما عندكيش مكان تاني تروحي له، وعارف كمان ان انا كده هخلف وعدي مع والدك ووالدتك الله يرحمه. بس انا شايف اننا مش هنعرف نعيش مع بعض في بيت واحد. وان كان على المكان، اختاري المكان اللي انت عايزاه وانا متكفل بكل شيء لحد ما تشوفي هتعملي ايه.